السلام عليكم حباب ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم هذه الحليوه خفيفه ظريفه، شي حاجه سهله وبسيطه وبدون زبده ودغيا نحضروها ونوجدوها للكوتي او لوليداتنا يدوها معاهم المدرسه، علاش لا؟ بسم الله على بركه الله. غادي ندوزو في المقادير. طبيعه الحال عندي واحد الرشه ديال الملح باش نقادو المذاق ديال نعدلو المذاق ديال الحليوه ديالنا. عندي هنايا واحد 2 بيضات، عندي واحد الكاس ديال السكر سنيده. غادي نبقى نخلط في هاد المقادير، نخلط مزيان حتى يولي الخليط عندي ابيض. ضروري ما نبقى نخلط مزيان. هنايا راني غادي نزيد واحد الساشي ديال الفاني ونبقى نخلط كما تتشوفوا الخليط تبدل ليه اللون ولا ابيض حتى تذوب هذيك السنيده، ما تبقاش لينا بحال كاكينيه محجره. ضروري ما نبقاو نخلطوا في البيض ديالنا حتى يولي بحال كانيه ابيض. انا راه خلطته غير بالخلاط اليدوي، يعني راه ساهل. وهنايا غادي نحتاج واحد الكاس ديال الزيت، القياس كاس ديال العنبه. دائما تنعبر بكاس ديال العنبه. هاد الكاس راه تيهز القياس ديال كاس العنبه. صافي كما شفتوا معايا تنبقى نخلط مزيان حتى يندمج ليا الخليط ديالي. وهنايا غادي نزيد واحد 3 الكيسان ديال الدقيق، وغادي نزيد واحد الخماره. هنا ضفت 2 كيسان، مازال غادي نزيد الكاس الثالث. كما قلت لكم هاد الحليوه خفيفه ظريفه، دغيا تنوجدوها، يعني ما تتهز لينا لا وقت لا والو، ودغيا تحضريها في الحين تمتم توجديها للكوتي. صافي هنايا غادي نبقى نخلط، ندخل هذاك الدقيق، ومازال غادي نزيد واحد الكاس اخر ديال الدقيق باش نجمع العجين ديالي. كما شفتوا معايا العجينه راها ساهله وخفيفه ومقادير بسيطه وكاينين في كل بيت، يعني راه شي حاجه ساهله جدا دغيا نوجدوها. غادي نبقاو مستمرين حتى نجمعوا العجين. طبيعه الحال العجين راه تيلتصق معنا في اليد. كما قلت لكم هذا العجين ما فيه لا زبده، فيه غير كاس ديال الزيت. صافي هنا العجين ديالي قسمته على 2، وهنايا غادي نزيد واحد زدت انا هنايا 2 معلقات. هذه المعلقه الاولى زدت 2 معلقات ديال الدقيق باش العجين ما يبقاش يلتصق ليا في اليد ويوقف شويه. زدت هنايا واحد 2 معالق ديال الدقيق. صافي غادي نبقى نجمع في العجين ديالي. من بعد ما غادي نجمعها غادي نجيب العجين اللي قسمت معاكم، وغادي ندير ليها، غادي ندخل ليها داك الشكلاط غبره، واحد تقريبا واحد 2 معالق حتى 3 على حسب. الا كان ساشي من الاحسن، انا عندي هنايا ديال العبار، من الاحسن يكون ديال الساشي. المهم حنا تنقضيو غير باللي متوفر واللي موجود واللي كاين، يعني اي حاجه تقضي بها. غادي ندير واحد المعلقه ديال الزيت باش ندخل هذاك الكاكاو. كما قلت لكم هنا 2 معالق كبار عامرين بومبي. صافي وغادي ندخل هذاك الشوكولاط في ديك العجين. كما شفتوا الزيت راه ضروري ما نديرو تقريبا واحد المعلقه ديال الزيت باش يجينا ساهل ندخلو هذاك الشوكولاط في العجين، تيجينا ساهل. صافي هنا من بعد ما جمعت العجين صافي راه حصلت على العجين اللي بغيت، القياس القوام اللي بغيت. القوام هو هذا، ما مطلق ما مرخوف، تيكون في القياس. صافي هنايا حبيبتي غادي نحيد هاد الطاوه هادي، وغادي ندوز نشكلو معاكم. كما شفتوا هنايا عندي 2 عجينات، وحده بيضاء وحده بشكلاط. غادي نديرهم حربول، كما كل واحد غادي نديرو حربول. كما شفتوا معايا الطريقه راه سهله وبسيطه جدا. صافي وغادي نبقى نلويهم على بعضياتهم بحال ما هكا، وغادي نبقى نحربل فيهم على هاد الطريقه هذه. كنتمنى يكون الفيديو يكون شارح نفسه، يعني يكون سهل وبسيط. صافي هنايا قسمت، جاتني ديك الحربول جاني كبير، غادي نقسمو على 2 ونخدم واحد بواحد. هنايا من بعد ما سرحته غادي نثنيه عاوتاني المره الثانيه، نثنيه كما شفتوا معايا ونبقى نحربل فيه. عاوتاني غادي نثنيه المره الثالثه ونبقى نحربل فيه حتى نحصل على داك الشكل اللي بغيت. كما شفتوا معايا العجين الاسود مع العجين الابيض تيجي واحد الشكل زوين.
وغادي نبقى مستمره حتى نكملهم. هذه الحربول الثاني، شوفوا ما شاء الله على الشكل تيعطي، ما شاء الله يعني تيجي زوين. ومني طيب راه تيبقى الشكل ديالو بحال ما هكا. هنايا راه حطيته في الطاوه، وهنايا من بعد ما طاب ما شاء الله جاو غزالين. جاو ما نقول لكمش، هاد الحليوه جات هشيشه وغزاله بزاف، ونتمنىكم تجربوها فعلا. فعلا جات رائعه وما شاء الله يعني. اللي بغيتي. هنايا انا دهنتها غير بشويه ديال العسل، وغادي نرشها بشويه ديال الكوك وشويه ديال الفيرنيسي. ولكن اللي بغى اللي عنده الشوكولات يذوب الشوكولات ويديروا من الفوق تيجي حتى هو عاطي واحد المذاق رائع وزوين بزاف. انا فايت ليا شاركته معكم واحد الفيديو تقريبا بحال ما هكانيه، ولكن درت ليه الشوكولات من الفوق، جا المذاق ديالو رائع زوين بزاف. دابا نخلي لكم الفيديو نخليه لكم في صندوق الوصف اللي بغى يشوفه. وعلاش لا يطبق الوصفه، حتى هي سهله وزوينه بزاف. صافي هنايا كما قلت لكم غادي زينته بشويه ديال الكوك اللي متوفر عندك، كاوكاو اللي عندك متوفر. هنايا عندي الفيرنيسي، غادي نزين وحده بالفيرنيسي ونزين وحده بالكوك. شوفوا ما شاء الله يعني راه تيجي رائع، تيجي غزال بزاف، واحد المنظر فيه زوين بزاف. ومن بعد ما غادي نقطعوه غادي نقطعوه كما قلت لكم، غادي يجينا داك الشكل من الوسط. ما شاء الله يعني راه ساهل في التقطاع، ما تيضيع ما والو، حتى حاجه ما تضيع فيه، يعني راه دغيا تقطعيه بكل سهوله. شوفوا ما شاء الله المنظر اللي فيه واحد الحلوجات رائعه وزوينه بزاف. والله لهم مقادير بسيطه وسهله، يعني ما خدات معنا لا وقت لا مقادير كثيره لا حتى شي حاجه. وحضرنا واحد الحليوه زوينه في المذاق وزوينه في المنظر ديالها، وعلاش لا اللي ما يدوهاش لوليداتنا الكوتي. وهذا هو الفيديو ديالنا، وشكرا لكم والى اللقاء الفيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.